السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا رزاع، فيديو جديد من قناتكم، قناة رزاع الفيفا موبايل. ورجعنا بعد قطعة كده كتيرة. منزلناش فيديوهات لمدة أسبوع، ولكن النهاردة رجعنا بسلسلة 11 فيديو عن أفضل لاعب في كل مركز في إف سي موبايل. مش هقولك لاعب واحد، لأ، ده أنا هقولك 5 لعيبة وست لعيبة وعشر لعيبة كمان. النهاردة هنبدأ من حارس المرمى، هقولك 5 لعيبة في حراسة المرمى هم التوب 5 لأفضل 5 حراس في اف سي موبايل. ولكن قبل ما نبدأ بتمنى منك انك تصلي على النبي، تذكر الله وتدعمني وتضغط على زر اللايك وتنضم لعائلتنا عائلة الرزاعة وتشترك هنا في القناة. وليتس جو. ونبدأ بأول حارس معانا في الفيديو. وبالنسبة للناس طبعا أول حارس هيكون للناس اللي معاها كوينز. الناس اللي معاها كوينز كتير، مثلا فوق 150 أو 200 مليون كوينز، ده أول حارس بالنسبة لهم، وهم اللي لازم يختاروه. وحارس هيكون حرفيا معاهم أسطورة جدا. وهو واحد من 3، مزاجك انت بقى تختار، يا تيبو كورتوا، يا إيدرسون، يا فاندرسار. التلاتة أسطوريين طبعا، أصل يعني لا أحسن فاندرسار، ولكن فاندرسار يعني أغلى من كورتوا بشوية. فانت لو هتبص ففان ايدرسون هو احسن خيار. 194 مليون، وحارس طويل جدا، ولو مثلا انت بتلعب على الاستحواذ هيفيدك جدا، بيعرف يمر. وكمان طاقته في حراسة المرمى قوية جدا. ففاندر سار ايدرسون من افضل الحراس، ولكن للناس اللي معاه كوينز كتير. اما لو معاك كوينز مش اللي هو كتير، او مثلا 50 60 مليون، فتاني حارس معانا وهو الاسطورة ميلانوكوفيتش سافيتش. اول حارس ده حارس اسطوري جدا الصراحة. طوله 202 سنتي، أطول لاعب في اللعبة كلها حرفيا. طويل جدا، يعني حرفيا هيجيب الكرة لو في الزاوية 90 حرفيا هيجيبها. وكمان طاقته في حراسة المرمى قوية جدا جدا. فهو حارس أسطوري، وكمان طويل جدا فهيفيدك. وده كده تاني حارس معانا في الفيديو. فكده أول حارس، لو انت معاك كوينز بص لإيدرسون أو لأي حد من التلاتة دول، إيدرسون أو تيبو كورتوا أو فاندر سار. أما لو معاك مثلا 60 أو 70 مليون، فميليكوفيتش سافيتش هو أحسن خيار. نروح لتالت خيار، وهو الأسطورة اللي معايا في الفرقة، بيتر تشيك. حرفيا حارس أسطوري وقوي جدا. أنا جاي طلع لي في الباكج ومطوره لأوفر 101، وحرفيا عامل معايا أداء أسطوري في أرضية الملعب. طوله 196، حارس طويل جدا. بالإضافة إنه عنده مهارات، وعنده طاقته قوية جدا. فهو حارس أسطوري، أنصحك بيه وبشدة. فهو حارس ممتاز الصراحة. نروح بقى للتالت حارس معانا هيكون معانا في الفيديو، ولكن أحسن لك يعني تبعد عن جيرو وتبعد عن كامبوس، لأن جيرو طبعا هو أصلا مش حارس، هو مهاجم طبعا كلنا عارفين. ولكن اللعبة منزلة نسخة ليه حارس مرمى. وكامبوس هو أقصر، يعني حرفيا بطول ميسي. يعني كامبوس 170، ميسي 173 174، يعني ميسي أطول منه أصلا. ف اوعى تقرب منهم. ولو طلع لك في الباكج حتى لو هم اقوى من الحارس اللي عندك، اياك ثم اياك انك تحطهم عندك في التشكيلة. طبعا كده احنا قلنا 3 حراس هم ايدرسون وميلانكوفيتش سافيتش وبيتر تشيك. نروح للناس اللي معاه كوينز اقل شوية، وهو الحارس الاسطوري مامار داشفيلي. حارس حرفيا اسطوري جدا جدا. ممكن تجيبه مثلا 150 مليون او 90 مليون. حارس حرفيا طوله يعتبر 202 متر. حارس 2 متر، وحارس قوي جدا جدا، وعنده كمان مهارات في الحراسة. فهو حرفيا حارس قوي جدا جدا كطاقات وكأسلوب وكطول. وحرفيا هيهكر معاك مركز حراسة المرمى. بالنسبة بقى للمحبين الطاقات، للمحبين طبعا اللعيبة القوية ومش بتهتم بالأوفر شوية، فالنهاردة الأسطورة حرفيا، إحدى أفضل الحراس في تاريخ كرة القدم في الحقيقة وكمان في اللعبة، فاندر سار. حرفيا إدوين فاندر سار حرفيا هو من ممكن، يعني قبل ما اللعبة تروح لأوفر 103 والميات وكده، كان هو أفضل حارس في اللعبة بلا منازع. 197 سنتي، بالإضافة إلى طاقات أسطورية في مركز حراسة المرمى. وكمان هتلاقي طلبات عليه كتيرة جدا. يعني شايف مثلا لو جبت النسخة دي هتلاقي فيه طلبات، رغم ان هو 96 فقط. فيعني الاوفر بتاعه قليل، والناس كتيرة جدا طالباه. فهو حارس حرفيا اسطوري جدا جدا. نروح بقى لاخر حاجة. طبعا احنا كده قلنا كل الحراس، ولكن نصيحتين كده مني ليك. وهي ان انت لو مش مهتم بالاوفر، فعادي روح للاعيبه ال 95 وال 96، لان تقريبا هما بيقدموا اداء احسن من الاوفرات ال 99 وال 100 والحاجات دي. ولكن لو اديتهم مثلا تدريب 30 او 25 او كده يعني.
تاني حاجة ما تشتريش لو انت مثلا مش عاجبك الحراس اللي انا قلتهم، عايز تشتري حارس تاني، فاياك ثم اياك انك تشتري حارس اقل من 195 سنتي، لانه مش هيكون معاك احسن حاجة. يعني مثلا لو بصيت على الحارس ده مثلا انت عاجبك ولقيته 196، اشتري تمام، ده ينفع تشتريه عادي. تريشتجن مثلا، تريشتجن طوله 187، اياك تشتري تريشتجن. اقل من 195 اياك ثم اياك انك تشتري، لان حرفيا هيكون يعني مش هتقدر تستفيد منه، ومش هيعمل معاك اداء كويس. لان طبعا اهم حاجه في حراسه المرمى انه يكون طويل، مثلا معدي ال 195 سنتي، بالاضافه لانه يكون ايه، مديله تدريب. يعني مثلا ما تجيبش، يعني لو انا جبت بوفون 103 مثلا وحطيته، بوفون 103 اهو، وحطيته ما اديتلوش تدريب، حرفيا مش هيكون خرم ويخش فيه جوال كتيره جدا. فيعني اهم حاجه ان هو يكون 195 سم الى فوق، يعني مثلا 195 196 او لغايه المترين، او تديله تدريبات كتيره جدا، تديله مثلا تدريب 30 تدريب او 25 تدريب، زي ما انا عامل كده مدي البيتر تشيك 20 تدريب. وبخطط كمان ان انا اشتري ادرسون اول ما اوصل لل 190 مليون. انا دلوقتي 173 مليون، هشتري ادرسون. طبعا اخر حاجه بوفون وليفيا شين هم افضل اتنين حراس، لكن مستحيل حد يشتريه فيكم. ان ده يا جدعان ده اسعارهم مبالغ فيها بطريقه مش طبيعيه. يعني بوفن بتاع ده، هتدوس ايقونات والهيرو والذكرى السنويه وتدوس حفظ وتبحث عنهم، حرفيا بمليار ونص. مليار ونص انت تشتري تشكيله كامله اوفر 104 او 105 كمان. يعني بوفون هنا ب 800 مليون، وليفيا شين بمليار ونص. فحرفيا صعب جدا ان حد يشتري واحد من الاتنين دول. بالنسبه للحارس ده الصراحه انا جربته وما عجبنيش اطلاقا، وكمان اقصر يعني 191 سنتي، فمش عاجبني خالص. يعني ممكن كمان اديله فرصة تانية واشتريه، ولكن لغاية دلوقتي انا جربته مرة وما عجبنيش، فما قلتش عليه يعني في الفيديو. ولكن بالنسبة لليفيا شين او بوفون، فهو لو طلع لك ما تخافش، انا ما حطيتوش النهاردة عشان مش هو وحش ولا كده، لا انا ما حطيتوش عشان هو سعره مبالغ فيه، مليار ونص حرفيا. يعني وما اعرفش مين اصلا اللي طلع له عشان يبيعه بمليار ونص. يعني انت وكمان لو جبته مثلا بمليار 570، مليار 600، ف يعني لو معاك كوينز ما تشتريش برضو، لان اكيد الاسعار دي هتنزل، ولكن مثلا بعد اسبوعين ثلاثة هتلاقي اللعبة دي اسعارها نزلت. وبرضو عندك بوفون سعره 800 مليون، تقريبا نص سعر ليفيا شين، ولكن برضه سعره يعتبر مبالغ فيه. ممكن تشتريه ويقوم طالع لك في الباكج، فلا ما انصحكش خالص انك تشتري يا اما بوفون او ليف ياشين، لان اسعارهم مبالغ فيها جدا. وبكده يا رزاق نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. بتمنى منك انك تكون صليت على النبي وذكرت الله ودعمتني ودخلت على زر اللايك واشتركتنا في القناة. وجود باي.